تعال اقول لك التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي امام نادي انتر ميامي، وخدها مني كلمه ان دي هتبقى التشكيله الاساسيه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، وده مش توقع مني، ده اساسي لان ريفيرو هيحطه اساسي واي مدرب هيجي هيحطه اساسي. باك يمين هيبدا بيمين بقى بمحمد هاني، ودي برضو مش من توقعي، دي اساسي. انا كان بتمنى عمر كمال لسرعه عمر كمال لسرعه الهجوم والكلام ده، لان هتقابل فرقه بسرعات حلوه، يعني فرقه سرعاتها، يعني انتر ميامي معروفه، فالسرعات اللعيبه اللي فيها سرعات عالميه، فانت عايز لاعب زي عمر كمال سريع. باك شمال هيبقى يحيى عطية الله، باك الشمال هيبقى يحيى عطية الله مش كريم الدبيس. قلبين دفاع هنحط مين بقى؟ احمد رمضان بيكهام اللي محدش اتكلم عليه بعد مباراته امام نادي باتشوكا، جنبه اشرف داري. هيبقى احمد رمضان بيكهام واشرف داري. قدامهم خط وسط مكون من مين؟ الناس عماله تلف، احط ده ولا احط ده ولا اني خط وسط هيلعب في المباراه. يبقى خط وسط مكون من 3: مروان عطيه. ليه بقى مروان عطيه؟ مروان عطيه حتى لو ما هاجمش، مروان عطيه بيعرف يدافع حلو، فده هيخلي مروان عطيه بيدافع احلى. وهنحط جنبه مين؟ محمد علي من رمضان، هينقل من الدفاع للهجوم جميل قوي. محمد علي من رمضان بيعرف ينقل الهجمه من الدفاع للهجوم حلو قوي، فده هيخلينا نعرف نهاجم قدام شويه. هنحط مين قدامهم؟ باتمان سوبر ومان وكل حاجه خارقه، سوبر الكره المصريه، هو امام عاشور. لاعب يعني انت ما ينفعش تستغنى عنه، خلاص الاهلي ما ينفعش تستغنى عنه في ارضيه الملعب. لاعب هيفيدك، هيعرف برضك مع محمد علي بن رمضان يعرف ينقل الكوره، بيعرف يعدي 1-1، فهيفيدك جدا جدا في الهجوم، وهيفيدك في الدفاع، وهيفيدك في كل حاجه. فهو سوبر مان الكره المصريه وباتمان وكل حاجه زي ما بقول لكم. نخش في خط الهجوم اللي الناس عماله تقول فيه اصابات وفيه جهاد وفي ناس مش هتلعب. خط الهجوم ده اللي هيبقى الاساسي في المباراه. على الشمال محمود تريزيجيه اللي عمل مباراة روعة قدام باتشوكا، وده لازم يلعب اساسي، وده هيلعب اساسي باذن الله. هيفيدك في الهجوم، بيعرف يعدي 1-1 حلو قوي. الكورة ماشية معاه، لاعب بمواصفات اوروبية، شرب اوروبا لما راح اوروبا. على اليمين هيبقى محمد طاهر. هتقولي ليه ما حطيتش زيزو؟ هقولك زيزو خليه بديل، انت عايزه بديل، هتعوز في الشوط التاني، هتعوز لعيبه كتيره، هتعوز تبدل، فهتعوز نفس جديد، فزيزو هيبقى حلو قوي في الشوط التاني، وطاهر بيعرف يلعب في الاوقات دي. هتحط لي مين في الهجوم؟ جراديشار؟ هقولك لا. هقولك ليه جراديشار لا؟ لان جراديشار راجع وهيقعد على الدكه. ليه بقى؟ لانه كان مصاب، فالمدرب مش عايز يخاطر بيه، لان لسه في مباراه بالميراس ومباراه بورتو، فجراديشار هيقعد على الدكه. والمهاجم الاساسي اللي هيلعب في مباراه انتر ميامي هيكون الفدائي وسام ابو علي. وقدامكم التشكيله المتوقعه لمباراه انتر ميامي، وان شاء الله الاهلي يفوز على انتر ميامي. وبس كده، سلام.